أهلا بالصغار وعطور الأزهار، هيا بنا نتعرف على أحلى الأفكار. أهلا بالصغار قصة عائلة التنوين. هيا بنا نتعرف على أحلى الأفكار. في إحدى أيام الربيع ذهبت الجدة إلى الحديقة ومعها حفيداتها، فرأوا دودة تتمرجح في الحديقة، فقالت: من أنتم؟ قالت الجدة: أنا تنوين بالفتح، وهذه عصايتي اسمها ألف، أستند عليها بعض الأحيان مثل كلمة بلدا، وأحيانا لا أحتاجها، وذلك عندما أجلس على كراسي عائلة وهي تاء المربوطة والهمزة على السطر والهمزة على الألف، مثل كلمة دودة وماء وملجأ. وأنا التنوين بالضم، أقف على الحروف من غير عصا، مثل دودة وبلد. وأنا الطفلة الصغيرة واسمي تنوين بالكسر، دائما أحبو تحت الحروف، مثل كلمة دودة وبلد. فقالت لهما الدودة: شكرا لكم، لقد استمتعت معكم كثيرا.